طيب المكان بتاع النهارده مزهقني على الفيس وعامل له على نفسه السفاح الحقيقي والملك والقنبله وصندوق السعاده ولا ياخدك لفوق، فلا بينا بقى نشوف طعمه عامل ازاي على الهيصه دي كلها. اكتشفت بقى لما رحت هناك انها عربيه برجر لشويه شباب حبوا ان هم يحاربوا كل الظروف ويعملوا المشروع الصغير الخاص بيهم بدل القعده على القهوه. وبعدين يا جدعان هم كرييتيف جدا لدرجه ان عندهم سندوتش اسمه ميكس غريب عباره عن برجريه عملاقه محشيه جبنه عليها صوص جبنه فوقها صدر فرخ عليه موتزاريلا ستيكس وبيف بيكن وترك مدخن، وكل ده بقى غرقان صوصات زي البيك تيستي والباربيكيو والكاتشب. فالسندوتش انت ما بتفهمش تاكله منين ولا ازاي، لو عليه بقى بطاطس هديه وحاجه قمه في العظمه. غير كده بقى كان عندهم سندوتشات بيزك او مش بيزك قوي يعني، زي البرجر بالمشروم والرانش، او الاجمد منه بقى بالنسبه لي كان البرجر بالموتزاريلا ستيكس والبيكن. وطبعا ختمت القعده هناك بواحد بطاطس بالفرايد تشيكن والشيدر، والصراحه يا جدعان تتبيله الفراخ بتاعتهم مميزه جدا. غير كده بقى كان عندهم اختراع اسمه بيج رول تشيكن، وهو الصراحه ما شدنيش قوي غالبا عشان اكلته في الاخر، فالتجربه في العموم كانت كرييتيف. وبعدين حته ان هو مشروع شباب دي بتخلي الواحد عايز يجرب اكلهم عشان يشجعهم ويساعدهم. والعربيه دي اسمها برجر كينجدم وموجوده في حدائق القبه قدام فرع التوحيد والنور على طول.